بعد ما اتعلمنا ازاي بقدر اعمل insert التيبل واعمل convert للبيانات بتاعه التيبل، ونفتكر مع بعض ان احنا عندنا 3 طرق علشان اقدر احول البيانات بتاعه التيبل بانسيرت تيبل، او من الهوم فورمات as تيبل، او كنترول حرف التي. طيب دلوقتي بقى في الفيديو ده هنتكلم اكتر ازاي بنقدر نطبق ستايلز جاهزه، اقدر العب في الاوبشنز بتاعه الستايلز عندي، ازاي بقدر اسمي الجدول بتاعي وايه اهميه اللي احنا نسمي الجدول هنشوف دلوقتي مع بعض. ازاي كمان بقدر غيرت رايي وعايزه اعمل ميرج وانا عامله جدول. طب ازاي بقدر احول او كونفرت البيانات بتاعتي تاني من تيبل لرينج من الداتا زي ما كانت في الاول. فتعالوا نطبق مع بعض دلوقتي على الاكسل ونشوف ازاي بنقدر نلعب اكتر في التيبل بتاعنا. احنا هنا دلوقتي عندنا شوية بيانات، والبيانات دي خلاص زي ما اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات قدرنا ان احنا نروح نحولها لتيبل بالثلاث طرق بتوعنا: insert table، home format as table، او control حرف التي. طيب احنا دلوقتي عايزين نتعلم ازاي بقدر اطبق ستايلز جاهزة واستفيد من الخواص بتاعتها. هروح هقف عند الجدول زي ما قلنا، طول ما انا واقفة بره مش هيظهر عندي التيبل تولز، فلازم اكليك عند اي سيل عندي في البيانات. هروح عند التيبل ديزاين، هروح عند التيبل ستايلز، هختار اي ستايل جاهز من الستايلز دي. وناخد بالنا يعني لو حد حابب يمتحن مايكروسوفت مثلا امتحان بتاع الام او اس في المايكروسوفت، فياخد باله ان كل ستايل عندي ليه الاسم بتاعه. يعني ده مثلا اسمه لايت جراي تيبل ستايل ميديوم 11، ده مثلا تيبل او وايت تيبل ستايل ميديوم 4، وهكذا. هنا مثلا هتلاقوه اسمه لايت اورنج تيبل ستايل لايت 17، وهكذا. كل ستايل عندنا من الستايلز دي مجرد بس ان انا بهوفر او بشاور بيه بالماوس بتاعي بيقول لي اسم الستايل بتاعي ايه. طيب احنا هنختار مثلا الستايل ده. حلو قوي. طيب بعد ما انا طبقت ستايل جاهز عندي فيه اوبشنز ممكن اطبقها على الجدول بتاعي. زي ايه؟ في عندنا بصوا في علامه صح، علامه تشيك كده عند الباندد روز. طب تعالوا نشيل باندد روز دي. فاكرين المره اللي فاتت لما اتكلمنا وقلنا ان من ضمن المزايا بتاعت الجدول فكره الصف وصف اللي هو لون ولون، دي ان دي اصلا من المزايا بتاعت الجدول عندي. فانا ممكن هشيلها وممكن احطها، هو الديفولت بتاعه هو بيكون حاططها لي، فانا ممكن اشيلها. طب عايز اعمل باندد كولومز فيعمل كولوم يعني كولوم بلون وكولوم تاني بلون وهكذا. فنقدر نعملها بدل ما نعملها على الروز ممكن نعملها على الكولوم. طب ينفع نعملها على الاثنين؟ ينفع نعملها على الاثنين، بس مش احسن حاجه. شكل الشطرنج ده مبيبقاش احسن حاجه في القراءه. يعني تاني، الخواص او الاوبشنز اللي احنا هنزودها عندنا في الروز او في الكولومز او في الستايل ككامل التيبل، دي مش مجرد بس تلوين وخلاص، لا دي بتفرق معايا في طريقة قراءتي للكلام نفسه وطريقة الشغل على التيبلز نفسه. فأنا عايزة بقدر الإمكان يكون شكل التيبل بتاعي مريح وسهل للقراءة. طيب فأنا عايزة أعمل إيه؟ أنا هشيل باندد روز وهشيل باندد كولومز، ويفضل إن إحنا نشتغل بفكرة الديفولت بتاعنا فعلا باندد روز. يعني جربوها كده، لو أنا حطيت باندد كولومز ماشي الدنيا واضحة لحد ما شوية. طيب باندد روز بس أوضح وأحسن. طيب لو حطيت الاتنين لا، بالعكس ما مش مفيدة خالص. فخلينا نعملها كباند روز بس. لو انا قلت له فيرست كولوم كده بيعمل ايه؟ كده بيميز لي الكولوم الاولاني. طب قلت له لاست كولوم كده بيميز لي الكولوم الاخير لو انا عايزه اعمل ده. طب ناخد بالنا من حاجه، انا شلت الستايلز وهختار ستايل مثلا الشكل ده. فلو قلت له الفيرست كولوم اخدنا بالنا دلوقتي هو عملها ازاي؟ يعني هو ميز لي الفيرست كولوم وهيميز لي كمان اللاست كولوم مش بلون زي من شويه بالفيل كلر او بيلون الباك جراوند بتاعت السيلز، لا ده بيعملها بخط بولد. فعلى حسب الستايل بتاعنا هو بيبدا يميز، هنميز الفيرست رو ازاي وهنميز اللاست كولوم ازاي. فعلى حسب احنا وشغلنا بقى. فانا عايزه مثلا الستايلز اللي هي دي تمام، عايزه الستايلز الميديم او اللايت او الدارك برضو تمام، على حسب كل واحد وشغله. بس هي الفكره ناخد بالنا ان في ستايل بيلون الباك جراوند بتاعت السيلز بيعمل فيل كلر عليها يعني، وفي ستايلز تانية بيعملها بخط بولد. طيب ماشي خلينا في الستايل ده. يبقى انا كده ميزت الفيرست كولوم واللاست كولوم. يبقى الباندد روز باندد كولومز فيرست كولوم واللاست كولوم. طيب عايزه اشيل الهيدر ممكن اشيله، مش بشيله بعمله ديليت، يعني انا بعمله زي هايد يعني. ممكن احطه تاني، وطبعا يفضل هو يكون محطوط عندي لان ده من الحاجات الاساسيه اصلا في الجداول. ممكن اشيل علامه الفلتر ودي اصلا من المزايا بتاعه الجدول عندي، ممكن احطها تاني. طيب لو انا دلوقتي عايزه اعمل زي سمرايز بسيط جدا للجدول بتاعنا واحنا في النطاق او في الرينج بتاع الجدول، في عندنا حاجه من التيبل ستايل اوبشن، حاجه لذيذه جدا اسمها التوتال رو. بصوا مجرد ما حطيتها يعني اشيلها تاني واحطها، مجرد ما قلت له بس حط لي التوتال رو ايه اللي حصل؟ زود لي رو في اخر الجدول خالص
واداني السمشن بتاع الكولوم ده واداني السمشن بتاع الكولوم ده. يعني بصوا عشان تعرفوا، هفتح السهم نفسه، هو جاب لي السمشن بتاع الكولوم ده اللي هو 7604 وشويه. طيب انا مثلا في اليونت برايس عايزه اجيب مثلا الافريج، عايزه اجيب مثلا الماكسيمم، المينيمم. هنشوف الحاجات دي في المديول بتاع الفورمولاز نفسه. فانا ممكن اقف كده عند السهم ده واختار الفانكشن اللي احنا عايزينها زي الافريج. هنا مثلا عايزه اجيب اعلى كميه مباح احنا بعناها قد ايه، فهختار الماكسيمم فهيجيب لي اعلى حاجه كانت 10. طب عايزه اشوف الاقل، المينيمم، فهيجيب لي اقل حاجه احنا بعناها او طلعناها كان قطعتين. طيب عايزه اجيب الضريبه مثلا، الافريج بتاع الضرائب عندنا 18 وشويه. يبقى انا كده في عندي خاصيه في التيبلز اسمها توتال رو، بتزيد في اخر الجدول خالص وبيديني زي سمري للبيانات بتاعتي. قدرت ان انا اجيب السمشن بتاع التوتال سيلز عندي، قدرت ان انا اجيب المتوسط او الافريج للتاكس للضريبه اللي هو مجموع الارقام على عددهم، قدرت ان انا اجيب المينيمم او الماكسيمم للكوانتيتي، قدرت ان انا كمان اجيب السمشن او اجيب مثلا الافريج او اجيب مثلا الماكسيمم والمينيمم. عندكم الستاندرد ديفيجن، عندكم الفاريانس، عندكم الكاونت والكاونت نمبرز، وعندنا شويه فانكشنز كده هنتعرف عليها مع بعض ان شاء الله يعني. فنقدر نستخدمها. ممكن كمان مثلا من هنا اجيب مثلا عدد الميل والفيميل قد ايه. طبعا عدد الميل والفيميل هما حاجتين، بس انا مش قصدي كده، انا اقصد اللي انا عايزه اجيب عدد الاوردرز او عدد الروز. فانا ساعتها بقول له استخدم لي الكاونت فيجيب لي 20، يعني معنى كده ان هما 20 فاتور عندي او 20 اوردر عندي بس. يبقى التوتال رو ده بيزيد في اخر الجدول، ممكن اعمل سمرايز بيه، ومجرد ان انا هختار بس اسم الفانكشن اللي احنا عايزينها هيطبقها، وهو بيطبقها لي لوحده من غير ما اكتب اي فانكشن خالص. طب عايزه اشيله، ممكن اشيل علامه الصح بتاعته. يبقى احنا كده بنقدر نطبق من التيبل ستايلز ستايل جاهز. ممكن العب كمان في الاوبشنز بتاعته وازود وانقص وهكذا. ممكن كمان، ودي مهمه جدا جدا جدا، اللي احنا نسمي الجدول بتاعنا. ويفضل اول خطوه بعد ما اعمل انسيرت تيبل واكونفرت البيانات بتاعه التيبل لازم نسمي الجداول بتاعتنا. ليه؟ علشان انا ممكن دلوقتي يكون مثلا عندي في الشيت بتاعي شيت مثلا جدول بتاع الاكسبنسز، جدول بتاع السيلز، جدول بتاع الاسيتس، جدول مثلا مش عارفه بيانات الموظفين في شيت واحد. فانا عايزه عندي 4 شيتات في الشيت، او 4 جداول، عندي 4 جداول في الشيت الواحد. فانا عايزه اروح لاي جدول فيهم بسهوله. بنقدر مجرد ان انا سميت ده جدول الاكسبنسز مثلا، ده جدول الاسيتس، ده جدول السيلز، ده جدول مثلا المشتريات مثلا وهكذا، او الامبلويز مثلا، فخلاص بقدر اروح او اكسس عليهم بسهوله حتى لو انا مش واقفه في نفس الشيت، وهنشوف دلوقتي ازاي. فانا واقفه عند الجدول وهروح برده من التيبل تولز او من التيبل ديزاين، هلاقي عندي في البروبرتيز الخصائص بتاعتها ان انا بقدر اسمي الجدول بتاعي. هروح اسميه ازاي؟ هروح اسميه مثلا اوردرز، بس كده. يبقى انا كده في التيبل نيم قدرت ان انا اسمي الجدول بتاعنا. فاكرين كان عندنا في الموديول 1 اللي احنا بنقدر نسمي سيل ونقدر نسمي رينج من السيلز، وكمان نقدر نسمي جدول كامل بالفكره دي. وكان عندنا شويه رولز كده المفروض نمشي عليها في التسميه. اولا ما ينفعش يكون يبدا بارقام، لازم يبدا بحروف او يبدا بالاندرسكور. طيب ما ينفعش يكون فيه كاركترز، يعني ما ينفعش احط علامه ات او هايفن مثلا او سلاش او باك سلاش وهكذا. ما ينفعش احط كاركترز، هو اخره بس الاندرسكور. ما ينفعش طبعا احط كوما ولا سيمي كولون والحاجات دي. تالت حاجة لازم يكون الكلمات مثلا لو هكتبه من كلمتين ما ينفعش يكون في مسافات، فهي هاخد الكلمتين لازقين في بعض كده هفصل ما بينهم باندرسكور. فاحنا في عندنا شوية رولز كده، نرجع للفيديو الخاص بالنيم اوف سيل نيم اوف رينج ونشوفه كده عشان نبقى فاهمين كده مع بعض الدنيا بتبقى ماشية ازاي في حتة التسمية دي بالاخص. وعلى فكرة كمان لما نيجي نشتغل ان شاء الله في الكالكوليشنز هتلاقوا اللي هو اصلا بيسميه للجدول بتاعي، يعني بيسمي الكولوم باسم الهيدر بتاعي. يعني الكولوم ده اسمه اصلا برودكت لاين، الكولوم ده اسمه جندر. اما نيجي نشتغل بالفانكشنز هتلاقوا هو اصلا بيحط لنا من غير ما انا اسمي، من غير ما اعمل اي حاجه، قايل لنا ان البيانات دي من اول سيل لغايه اخر سيل في البيانات في الكولوم بتاع الجندر اسمه جندر على اسم الهيدر رو. رحت سميت ده مثلا باي اسم مثلا هيروح يسميه بنفس الاسم. فاحنا تاني هو تلقائي في التيبلز بيروح يسمي الكولومز بتاعتنا باسماء الهيدرز، تمام زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده. بس احنا مهم جدا ان احنا بقى نسمي التيبل بتاعنا، ان هو بيديله اسم افتراضي من عنده تيبل 1 تيبل 2 تيبل 3 و4 5 وهكذا. فانا لا، يفضل ان احنا نسميه عشان ابقى عارفه التيبل ده اسمه ايه، بحيث ان انا واقفه في اي شيت وهروح عند النيم بوكس واقول له انا عايزه اروح للجدول اللي اسمه اوردرز هيوديني على طول. طب انا عندي هنا في جدول اسمه تيبل 1، مين تيبل 1 ده؟
في الشيت بتاع السورت اند فلتر، طب تيبل 2 في الشيت بتاع اللي احنا كنا شغالين عليه في الفيديو اللي فات، وهكذا. فاحنا مجرد ان انا بختار من النيم بوكس هنا اسماء التيبلز بتاعتي، او حتى لو كتبتها ودوست انتر هيجيبها لي على طول. يبقى احنا قدرنا ندي ستايلز جاهزه، قدرنا نلعب في الاوبشنز بتاعت الستايل، قدرنا كمان نسمي الجدول بتاعنا. طب انا دلوقتي غيرت رايي وعايز اعمل ميرج مجموعه من السيلز، يعني مثلا ممكن اسورت البيانات بتاعتي دي مثلا ميل وفيميل، وعايزه بدل ما هي تكون بتتكرر كده، لا انا عايزه اعملها في اول، يعني اعمل لهم ميرج واسميها كلمه فيميل على طول، او باسم القسم او باسم الكاستمر او السيتي او البرانش وهكذا. فبقدر اعمل ده ازاي؟ طبعا طول ما احنا شغالين كجدول، رحت من الهوم اقول له ميرج ان سنتر، مش هيقدر يعمل ميرج، ما ينفعش اعمل ميرج طول ما هو جدول. طب الحل بقى ايه لو انا لازم اعمل ميرج، وما ينفعش ما اعملش ميرج في البيانات بتاعتي وانا بسلم التقرير او بسلم التيبلز بتاعي او الناس بتشتغل على البيانات، لازم اعمل فكره الميرج دي. ما عنديش حل غير ان انا احول تاني البيانات بتاعتنا اللي هي التيبل لكونفرت، يعني هعمل لها كونفرت كرينج اوف داتا. طب بعملها ده ازاي؟ يعني هحوله زي كان في الاول خالص، هروح من تيبل ديزاين واقول له اعملي كونفرت تو رينج، فهيطلع لي رساله كده هل فعلا انت محتاجه تعملي كونفرت للتيبل تو ا نورمال رينج. هقول له يس. فساعتها ايه اللي حصل؟ هو فعلا حوله لي رينج اوف داتا. بس احسن حاجه في الموضوع ده ايه؟ ان هو بيحافظ على الفورماتنج اللي هي التنسيقات الرو باي رو، تمام، اللي هو رو بلون ورو التاني بلون وهكذا، اللي هي الباندد روز. بس طبعا المزايا بقى، علامه الفلتر اتشالت، هاجي ازود كولومز هنا مش هيزيد عندي بنفس الفورماتنج، هاجي ازود رو مش هيزيد عندي بنفس الفورماتنج، هعمل اي فانكشن او اعمل اي ايكويشن او اي كالكوليشنز في التيبل بتاعي لازم اسحب انا بنفسي بايدي لتحت. فناخد بالنا ان احنا حولناه للرينج اوف داتا عادي، بس فقدت المزايا بتاعه الجدول. هو ما مسحش الجدول، هو ما مسحش الفورماتنج، بس المشكله اللي هو عمل ايه؟ ان هو شل المزايا اللي احنا كنا بنشتغل بيها اللي هي بتاعه الجدول اصلا. طيب فساعتها عادي انا ممكن اروح اقول له كده مثلا نشيل دول البيانات دي، واروح كده اقول له اعمل لي ميرج اند سنتر، فكده عملها لي ميرج بالطريقه اللي احنا عايزينها. يبقى احنا ساعات بنحتاج ان احنا نعمل ميرج، طول ما انا هحتاج اعمل ميرج ممكن اخلص كل شغلي كفكره التيبلز عشان احافظ بالفورماتنج واسهل على نفسي على الكالكوليشنز وكده، وفي الاخر خالص روح احولوه لرينج من الداتا، وبعد كده اعملوا حته الميرج اللي انتوا عايزينها، يبقى انتوا كده انجزتوا في الشغل بتاعكم. ماشي. طيب عايزه ارجع خطوه ورا. طبعا احنا ممكن بعد ما نعمل كل الشغل ده ان انا هقف هنا في اي مكان واروح اقول له insert table تاني عادي جدا. بس لو انا عملت كده هيعمل ايه بقى؟ في ميرج هنا، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. فك الميرج عندي، هشيل بس الالوان عشان تشوفوا نوفل كده عشان يبقى الستايل جاهز عندي باين. فطبعا فك الميرج، فانا هضطر ان انا اسحب لتحت كده علشان يعمل ككوبي، او اعمل كنترول سي كنترول في بس. فهو الفكره في ايه دلوقتي؟ طول ما هو جدول ما ينفعش اعمل ميرج، ولو كان في ميرج وحولته الجدول هيفك الميرج، هيبقى فيه سيلز فاضيه، فلازم اعالج السيلز اللي اتعملت دي او السيلز اللي فاضيه دي. طيب وطبعا ممكن بقى من تيبل ديزاين اطبق ستايلز وهكذا زي ما احنا اتكلمنا. طيب يبقى احنا كده بنقدر نعمل حاجه اسمها convert to range. يبقى انا لما بعمل convert to range انا مش بشيل الجدول ولا بشيل الالوان او الفورماتنج، لا انا بيحافظ على البيانات عادي، بيحافظ كمان على الفورماتنج، بس بيشيل لي، بفقد المزايا بتاعه الجدول. طيب دلوقتي لو انا عندي في بيانات والبيانات دي فيها تكرار، يعني ايه؟ تعالوا نجرب مع بعض. هاخد شويه مثلا روز كده، هاخدها كنترول سي واروح ازودها تحت كنترول في، فانا كده في حوالي 4 روز عندي متكررين بنفس البيانات بنفس كل حاجه. فمثلا في موظف دخل البيانات النهارده مثلا، وبعد شويه في زميله دخل نفس البيانات بالظبط، بس ما خدش باله بقى ان هو طبعا زميله الاولاني دخل الروز عندي، تمام. فانا عايزه دلوقتي، ولقيت ان البيانات المفروض كان عددها 20 بقت 24. ازاي يعني؟ كده في معنى كده في 4 روز عندي زياده وانا مش شايفاهم، مش شايفه فين التكرار او مش شايفه فين الزياده. هعمل ايه بقى؟ هروح عندي من ضمن الخواص يعني بتاعه التيبلز، هروح من التيبل ديزاين عندي حاجه اسمها ريموف دوبليكيتس، اللي انا بقدر اشيل التكرار. هي دلوقتي مجرد علامات الصح اللي موجوده دي كده هو هيقارن بالنسبه للكولومز كلها، وادوس اوكي. يعني ما عملتش حاجه غير اللي انا قلت له من التيبل ديزاين اعملي ريموف دوبليكيتس، شيل التكرار. فعلا قال لي ان في 4 تكرار لقاهم، تمام، ومسحهم كمان، وفاضل 20 يونيك بس، تمام، هم اللي باقيين. يعني ايه؟ يعني فاضل 20 رو ما فيهمش تكرار. كده انا اتاكدت ان انا شلت التكرار كامل، وادوس اوكي. طيب يبقى انا كده قدرت ان انا اعالج لو في تكرار كروز.
طيب لو انا مثلا اخدت الانفويس اي دي وقلت له كنترول سي كده وحطيتها هنا مثلا وحطيتها هنا كنترول في، وتعالوا كده هنلونهم عشان توضح معانا. بصوا انا كده دلوقتي حاليا خلاص جربنا مع بعض لو في تكرار كرو كامل يعني بنفس البيانات كلها، فكان بيقارن بالنسبه للكولومز كلها. طب دلوقتي لا، انا التكرار عندي في مين؟ في رقم الفاتوره، وطبعا ما ينفعش يكون عندي تكرار في ارقام الفواتير، كل اوردر عندي هيطلع بفاتوره معينه. فانا عايزه دلوقتي اقول له اما تلاقي تكرار في ارقام الفواتير امسح لي الروز دي وسيب لي اول واحد بس، وده اللي هو هيعمله دلوقتي. تعالوا نجرب. هروح من التيبل ديزاين واروح عند الريموف دوبليكيتس. طيب انا مش عايزاه يقارن لكل الكولومز دي، تمام؟ فانا عايزه بس للانفويس اي دي، فيا هنقف نشيل السلكت على كل واحد فيهم، او الاسهل انسلكت اول، فهيشيل لي كل الكولومز او كل علامات الصح عند الكولومز، واقول له قارن لي مين بالانفويس اي دي وادوس اوكي. فكده ايه اللي حصل؟ فعلا قال لي ان في 2 duplicate values هو لقاهم and removed يعني مسحهم، وفاضل 18 يونيك، يعني فاضل 18 رو عندي او 18 صف عندي في البيانات في الجدول فعلا مفهومش تكرار. بس وادوس اوكي فعملهم فعلا تمام. حتى بصوا هتلاقوا ان اللون الاصفر اللي احنا كنا معلمينه ده هو واحد بس اللي موجود والباقي اتمسح. يبقى انا كده ممكن اشيل تكرار بالنسبه للكولومز كلها، او بالنسبه مثلا لتو كولومز، يعني ممكن انفويس اي دي بالبرانش، يعني لما يلاقي رقم الفاتوره واسم الفرع نفس اسم الفرع متكررين يمسحهم عادي، او بالنسبه لكذا كونديشن او كذا كولوم مع بعض، او بالنسبه لكولوم وحده، او بالنسبه لكل الكولومز، يعني احنا بنحدد اللي احنا عايزينه. تمام كده؟ يبقى برضو من ضمن المزايا ان حاجه اسمها ريموف دوبليكيتس عندي. طيب يبقى تاني احنا اتكلمنا ان احنا بنقدر نطبق ستايلز جاهزه، تيبل ستايل اوبشنز، قدرنا ان احنا نسمي الجدول بتاعنا. طبعا احنا بعد ما حولنا وشلنا ويعني عملنا كونفرت تو تيبل وبعد كونفرت تو رينج وبعد كده حولناه لتيبل تاني، فطبعا ما سميناش فهنسميه اوردرز تاني. تمام. وجربنا ازاي بنعمل كونفرت تو رينج، وجربنا ازاي بنعمل ريموف دوبليكيتس. فاحنا اتكلمنا مع بعض بعد ما قدرت ان انا اعمل كرييت للتيبل او اكونفرت البيانات بتاعه التيبل، ممكن اطبق عليها ستايلز جاهزه، ممكن اطبق عليها اوبشنز جاهزه زي الباندد روز والباندد كولومز، واميز الفيرست كولوم واميز اللاست كولوم، واحط التوتال رو في الاخر عشان يعمل سمرايز للبيانات بتاعتي. بقدر اشيل الفلتر، بقدر احطه، بقدر اعمل هايد اكني بعمل هايد يعني اخفاء للهيدر رو، ممكن احطه تاني. قدرنا كمان مهم جدا نسمي اي جدول عندنا هنكونفرت ليه او هنعمل كرييت لتيبل جديد، فلازم نسميه باسم عشان نميز كل تيبل عن التاني واقدر اكسس عليه بسهوله وانا موجوده او يعني واقفه في اي شيت من الشيتات عندي. تمام. وبعد كده قدرنا كمان ان احنا نعمل كونفرت تو رينج، يعني محتاجه اعمل ميرج، محتاجه ما يكونش البيانات دي جدول، فساعتها هقدر اعمل كونفرت تو رينج. وفي الاخر خالص بدانا نتكلم ان احنا ازاي بنقدر نشيل التكرار سواء على مستوى الرو كامل ككولومز كامله او على كولوم واحد او اكتر من كولوم. والمره الجايه هنتكلم اكتر ازاي بنقدر نعمل سورت اند فلتر، وازاي اقدر اطبق سورت او اعمل فلتريشن على البيانات بتاعتي، وايه فكره السورت وايه فكره الفلتر وازاي استخدمهم. وكمان عندنا في حاجه اسمها السلايزر، ده بيكون ادفانسد فلتر بقدر اطبقه على التيبلز بتاعتنا. فاحنا المره الجايه هنتكلم على جزء السورت اند فلتر.